نمو خضري موحد، لون الزرع اخضر ممتاز. زي ما حضراتكم شايفين كده، نباتات صحية، مفيش فيه نموات حشائش خالص. زي ما حضراتكم شايفين سهل، بس عايز شوية تركيز وشوية تفكير شوية في الشغل. هيبقى عندك ان شاء الله نبات ممتاز، هيبقى عندك زرع زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي ما شاء الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم اعزائي متابعي قناة زراعة اونلاين. معكم مهندس محمود ادم. ان شاء الله النهاردة هنستعرض مع بعض خطوات تجهيز الارض للزراعة، زراعة الخضروات في العروة الشتوي. هنستعرض مع بعض ان شاء الله النهاردة بداية من فج الارض زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي لغاية مرحلة الانبات وتغطية النباتات ان شاء الله. ولو حضرتك حابب تشترك معانا في القناة، ممكن تشترك معانا في القناة وتدوس على الزر الاحمر وتفعل الجرس اسفل الفيديو عشان يوصل لحضرتك اشعار بكل فيديو بننزله على القناة. ونبدأ مع بعض خطوات تجهيز الارض للزراعة. اول حاجة بنعملها في تجهيز الارض للزراعة، بنجيب جرار وبيفج الارض زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. ده الجرار كده فج الارض، هو اتعمل الفج ده كده. بنحط فيه سباخ اللي هو السماد البلدي. هنقول دلوقتي تقريبا هياخد قد ايه الفدان. زي ما حضراتكم شايفين كده فجينا الارض، وبعد كده بنجيب سماد بلدي. ده سماد بياض اهو زي ما حضراتكم شايفين. بنحط معدل 15 متر مكعب للفدان بدر في الخطوط زي ما نشوف دلوقتي. نبدأ نعبيه في شكاير زي كده ونبدأ نبدره في الخطوط زي ما هنشوف دلوقتي. كده فردنا السماد العضوي او السماد البلدي في الخطوط. طيب بعد كده الخطوة اللي بعد كده ايه؟ هنحط سماد معدني. هنحط حوالي 250 كيلو جرام سوبر فوسفات محبب، ونضيف معاهم 100 كيلو سلفات نشادر اللي هي 20.6، وبنضيف معاهم 50 كيلو سلفات مغنيسيوم. ده بنقلبهم مع بعض وبنضيفهم او بنضرهم على الخطوط كده. الحاجات دي بتبقى بطيئة الذوبان، يعني احنا حاطين الحاجات دي كلها عشان بطيئة الذوبان، بتتحلل في التربة مع الوقت، فالنبات بيستفيد منها بأكبر قدر ممكن في الزراعة. بعد ما حطينا السماد البلدي وحطينا عليه السماد العضوي، هنبدأ نطبقها بالأرض أو نقفل على السباخ دوت، أو بنرد مع السباخ، أو بحيث إن احنا السباخ عندنا يتردم عليه أو يتغطى عشان ما يحرقش عندنا نباتات. وبعد كده بنفرد الخراطيم زي ما حضراتكم شايفين كده على المصطبة او على الخط زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. وبعد كده بنبدأ نفتح مية عشان السباخ اللي احنا حطيناه او السماد البلدي اللي احنا حطيناه دوت يطفى شوية وما يحصلش عندنا احتراق للجذور لما يجي نزرع في الشتلات او البذور. حضرتك عندك حلين، يا اما تزرع على الارض الوضع ده كده، يا اما تزرع على حاجة اسمها ملش. طيب هنزرع امتى ملش ونزرع امتى من غير ملش؟ الملش بنزرعه في الاراضي القديمه اللي بيبقى فيها الحشائش او نسبه الحشائش فيها كتيره، فالحشائش لما يبقى موجوده بتتنافس مع النباتات على الغذاء وبالتالي بتضر النباتات. يبقى بنزرع على الملش لما يكون الارض عندنا قديمه او نسبه الحشائش فيها كبيره. بنبدا نفرد الملش زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي في الارض كلها دي، عشان الارض قديمه فبنفرد فيها الملش زي احنا ما اتفقنا. ده بيمنع خروج الحشائش وبيبقى مفيد للنباتات، بحيث ان الحشائش ما تحصلش فيها تنافس بينها وبين بعضها، وبالتالي اللي بتبقى قدرة الحشائش اكبر على امتصاص الغذاء من النباتات. عشان كده بنزرع على الملش. شدينا الملش زي ما حضراتكم شايفين كده. هنبدأ بعد كده مكان النقاط او مكان النقاط هنا اهو زي ما حضراتكم شايفين، بنعمل فتحة عشان نزرع مكانها البذرة او الشتلة هنا، يبقى شكلها كده زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي.
هنزرع بقى البذرة دلوقتي او الشتلة ونشوف البتنجان على الملش. وادي مكان اللي احنا فتحناه في الملش اهو، زرعنا منه شتلة بدأ ما شاء الله بدأت تشتغل اهي. ده كده بعد 20 يوم من الزراعة. كده بعد 27 يوم من الزراعة ما شاء الله البتنجان اشتغل اهو، عمل نمو خضري زي ما حضراتكم شايفين. دلوقتي هنشوف في حتة فيها حشايش مش مزروع فيها ملش، جنب الملش على طول. هنشوف الفرق بين الزراعة في الملش، هل هي مفيدة ولا مش مفيدة، ونشوف مع بعض دلوقتي. ادي حتة عندنا ما فيهاش ملش وصل لها مية. بص كمية الحشايش قد ايه فيها. تتخيل حضرتك لو انت زارع من غير ملش في ارض قديمة وعندك كمية الحشائش دي كلها، يعتبر مش هتشوف النبات اصلا من كمية الحشائش دي. تمام، احنا بنقلع دوت وبننضف الزرع عموما يعني. طيب جنبها على طول احنا زارعين اهو، ادي الملش. ادي الملش حضرتك اهو، فرق شاسع من الزراعة على الملش والزراعة بدون ملش. اخر الملش هو ظاهر عندنا حشايش، ادي اخر الملش اهو. خلاص الحشائش كلها تحت اهي بتموت او بتطلع بتموت. ده الفرق بين الزراعة في الملش والزراعة من غير ملش. ادي شكل الزراعة من غير ملش اهيت، نباتات طالعة وسط الخطوط، دي بس وسطها شوية مية صغيرين يعني. وادي شكل البتنجان ما شاء الله على الملش. دلوقتي في الارض كلها اهي. ده كده بعد شهر من الزراعة ان شاء الله يبدأ عندنا تكوين ثمار بتنجان زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. ده بعد شهر من الزراعة. ده شكل البتنجان بعد 37 يوم من الزراعة. ما شاء الله النمو الخضري بدأ يزيد، واكيد طبعا الثمار بدأت تكبر معانا زي ما نشوف دلوقتي. كده شكل الثمار زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. ما شاء الله الثمار كبرت. ادي مثلا في النبات ده كده، وادي نبات تاني الثمار بدأت تكبر فيه اكبر كمان اهي ما شاء الله بعد 37 يوم، يعني من 37 ل 40 يوم. ده شكل حجم الثمار اللي حضراتكم شايفين دلوقتي. ده كده شكل البتنجان بقى بعد 52 يوم من الزراعة. هنشوف دلوقتي حجم الثمار عامله ازاي. زي ما حضرتك حجم الثمار كبر اهو زي ما حضرتك شايفين. يعني تقريبا البتنجان على 60 يوم بنبدأ نبشر فيه او نجمع منه. بدأ هو يحضر برضو من الناحية التانية اهو، ثمار تانية على النبات. بدأت الثمار برضو تحضر اهي فوق اصغر شوية زي ما حضرتك شايفين. يعني البتنجان تقريبا على 60 يوم بنبدأ نبشر منه او نجمع منه. وبكده نكون خلصنا الفيديو. ولو عجب حضرتك الفيديو ما تنساش تعملنا لايك. لو في اي استفسار او تعليق ممكن تسيبه لنا اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.